انتهاء المباراة المملة للغاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شفنا مباراة مملة للغاية، مباراة مملة جدا. هتقول لي مباراة مملة جدا ليه؟ يعني الاهلي ما كانش بيلعب، الاهلي ما كانش حلو، الاهلي ما كانش اداؤه ما كانش عاجبني بامانة. الاهلي اداؤه ما كانش افضل حاجة، الاهلي اداؤه ما كانش بالاداء المردود منه. بس مش عايزين نتحامل ونتحايل ونضغط. يعني انا ما بحبش برضو، عشان الناس تبقى فاهمة كويس، انا ما بحبش حتة الاعذار وحتة الكلام ده. يعني حته الاعذار وان انا احمل شماعه الخساره بتاعتي او التعادل، لكن انا كسبت وبقول لك الكلام ده. مش عايز اتحمل بحته ان اللعيبه كانت او المباراه كانت ممله جدا على لعيبه النادي الاهلي. لان مباراه الالومنيوم الاهلي جاب جون في اخر دقيقه او في اخر دقيقتين تقريبا. الاهلي جاب جون في الدقيقه 94، كان فاضل 4 دقائق كمان وقت ضايع. ومدرب الالومنيوم بيقول للعيبه الالومنيوم يرجعوا. طب انت هترجع توديهم فين تاني؟ يعني انت طول المباراه، انا عايز اشيد طبعا بالجيم الدفاعي اللي عمله. هو ما عملش حاجه غير الجيم الدفاعي. هو مركب الاتوبيسات ورا ومركنها تركينه سواد ما يعلم بيها الا ربنا. يعني هو مركن الاتوبيسات تركينه ما يعلم بها الا ربنا. ولا في كوره ولا في اي حاجه غير ان هو عايز بس ايه؟ الاهلي ما يجيبش جول. عايز اوصل ايه؟ لضربات جزاء. عايز اعمل ايه؟ هو بس ما اهم حاجه الاهلي ما يجيبش جول باي شد. جيم دفاعي ما بيلعبش غيره. ولا في بقى لعيبه بتروح تهاجم، ولا في لعيبه بتروح تشوط. انا ما شفتش مصطفى شوبير تقريبا غير على بعض فترات. مباراه يعني للناس اللي بتدرب ديت او الناس اللي بتلعب كوره دي في الدرجه الثانيه ولا الدرجه الثالثه ولا الناس اللي تحت دي، او في بعض الناس اللي برضو بتصعد من الدرجه الثانيه وتصعد للممتاز. تبص تحس ان اللعيبه بتلعب لما تيجي تلعب قدام الفرق الكبيره، لا انت اهم حاجه تعملها اركن الاتوبيس ورا وخليك ايه؟ قاعد هناك. يا عم الحاج، طب انا عايز اهاجم، طب انا عايز اجيب جون، طب العب كوره. العب كوره. انت لو لعبت كوره هتشيل قبح. ده غير انك انت كنت ممكن تسجل في الاهلي، لان الاهلي مش افضل حاجه النهارده. الاهلي ما كانش افضل حاجه النهارده، كنت تقدر تسجل فيه. لكن لا، هو انت اركن الاتوبيس ورا. اهم حاجه الاهلي ما يجيبش في الجون. يا عم طب العبوا في الكوره، متعونا، فرجونا على الكوره، فرجونا على حاجه نستمتع بيها. لا لا لا، هو حلو عليكم كده. لحد ما انت قاعد قدام المباراه كرهت حاجه اسمها كوره بسبب ان انت كرهت حاجه اسمها كوره. هي فين الكوره اصلا عشان تكرهها ولا تحبها؟ مفيش كوره. واسامه ابو علي بيضيع ركله جزاء بغرابه شديده. الجيم كان متقفل جدا. علامات استفهام طبعا على مستوى كهربا اللي بيجي له فرص غريبه وبيضيعها بغرابه شديده برضو. انا ما بقول لك، انا مش عايز اتحايل على لعيبه الاهلي، بس في فرص بتروح انت بيها وبتضيعها. في فرص اللي جات لك، يعني فرصه زي اللي جات لك كهربا دي حطها في العارضه. يعني انا هتقول لي العارضه يا عم مشكله ننقلها، ما انا مش عارف نكسر العارضه يعني. ما هو الجون كام يارده وانت لوحدك تماما. يعني انت ما كانش في حد مضايقك. انت الكره لو كنت خدتها او كنت شطها صح كانت ركنه معلم. لكن انت بتشوف الاداء على استحياء تماما. شوط اول كان بدون كوره، بدون داعي. يعني شوط اول كان بدون داعي اساسا. ما كانش ليه اي 30 لازمه بلعب الكوره. الشوط الثاني بيبدا ينزل قفشه، بيبدا يقف على كورته، بيبدا يبقى في كره هجوميه، بتبدا تروح تلعب باتنين مهاجمين وسام ابو علي وكهربا اللي برضو حتى الاثنين ما عملوش حاجه في المباراه. لكن انت كان عندك انياب هجوميه على استحياء طبعا بسبب البلوك الدفاعي او الاتوبيسات اللي واقفه في خط الدفاع. ودي بتنتهي المباراه بنتيجه 1-0. بيسجله محمد هاني من شوطه. هي المباراه دي ما كانش فكها في وسط المباراه. قلت المباراه دي مش هتفك غير بتسجيل هدف من خارج المنطقه، بتسجيل هدف بشوطه، بتسجيل هدف بطريقه ما. لكن انك تلعب كوره وتعمل بقى اشكال وبتاع، وتعمل مثلثات ومربعات والكلام ده، مفيش الكلام ده. المباراه ما كانتش تلعب كده تماما، ولا مهاره فرديه ولا الكلام ده. لا، هي شوطه من بره المنطقه، شوط من بره المنطقه. كنت محتاج ان انت
تشوط كميات كبيره جدا من الكره من بره المنطقه عشان تقدر ان انت تسجل منها هدف. لكن في الاخر النادي الاهلي بيفوز على الألمونيوم بنتيجه 1-0 ويصعد لدور ال 16 في كاس مصر لملاقاة فاركو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.